السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بأحسن الأحوال إن شاء الله بإذن الله. فيديو جديد غنشارك معكم. المهم فيديو مختلف، أخبار مختلفة. المهم كل مرة غادي ندير سيستم أخرى. كجزائري بريطاني والله أشكر الشعب المغربي على ما يفعلون. كنت أتمنى لو الشعب الجزائري يعمل نفس الشيء. المغرب لا يحتاج للفرنسيين، العالم كله يروح. أنا أعرف المغرب جيد صالح، أعرف أقعد يروح. يعني أنت تدعو مثلا إلى حملة مغاربية على منوال المغاربة؟ نعم، من المغرب إلى تونس، اقطع هذه فرنسا، لا نحتاج للفرنسيين. المغرب السياحة المغربية مثلا صالح، العالم كله يروح للمغرب. أنا لما أكون في المغرب ألتقي ببريطانيين وأستراليين العالم كله يحب المغرب. كم السياح لا مقارنة، لا وجه للمقارنة بين الجزائر والمغرب. أنا لست هنا طبعا لأفاضل، ولكن أذكر هذه المعلومة. المغرب يريد أن ينشط سياحته. العالم كله يحب المغرب، لا يحتاجون للفرنسيين. طيب هذه الحملة الشعبية حكيم، برأيك السلطات المغربية ستتجاوب معها ربما وتتخذ هذه الخطوة؟ نتمنى ذلك صالح، والله نتمنى ذلك. يا أخي حمروا وجه للشعب المغربي، قال لك اقطع على قدر. قال لك نحروها. واه قلبي بلاتي تحرر الراح. قال لك نحروا العيون. واه ربي والله يضحك على الصحة، بكي على الصحة صاحبي. شوف اللي ما يعرفش مدينة العيون هانتوما، راني في قلب المدينة، في الساحة هذه الجديدة، متحف ميزي دي زار دي صاغة. الله جماعة الأخوان بوش دور سمارة كلهم يجوا هنا الموسيقى. الله يبارك. ايوه انتوما هنا يا خوتي هاد المبنى هذا اللي راكم تشوفوا فيه تاريخ المملكة المغربية. سلاطين تاريخ المملكة المغربية بسلاطين المملكة المغربية وبملوك المملكة المغربية. عن 20 سنة من عمرها كانت خلالها ضحية لأطروحة البوليساريو. نانسي هوف رئيسة منظمة تيتش ذا تشيلدرن قضت سنوات في جمع وتوزيع المساعدات لأطفال مخيمات تندوف، قبل أن تفاجأ بأن هذه المساعدات لا تصل إلى مستحقيها، بل تتم سرقة جزء كبير منها وتحويله إلى وجهة أخرى. ساعدت هؤلاء الأطفال بالمخيمات لأسباب إنسانية محضة وبنية حسنة، لكنني تفاجأت بأن هذه المساعدات لا تصل إلى هؤلاء الأطفال، بل يتم تحويلها إلى وجهة غير معروفة، لذلك قررت وقفها فورا. تتذكر نانسي هوف كيف أن أعضاء من جبهة البوليساريو كانوا يرفضون حضورها شخصيا أو ممثلين عن منظمتها أثناء عملية تسليم المساعدات، لتساورها الشكوك حول ما يحدث فعلا. ومنذ وقوفها على حقيقة الوضع قررت نانسي فضح جبهة البوليساريو والجزائر في كل المحافل الدولية، ومنها مجلس حقوق الإنسان بجنيف. أنا هنا من أجل فضح هذه الممارسات، ولكي أبلغ المجتمع الدولي بأن المساعدات لا تصل إلى ساكنة المخيمات. وبالنسبة لي فإن استيلاء قيادات البوليساريو على جزء كبير منها هو في حد ذاته فضيحة. صحراء مغربية. اوه شو شحال ديال الدم يا اخوان، لا حول ولا قوة الا بالله. الشيء الوسخ اعزكم الله، هاد البشر هما هاد الناس هادو، لا حول ولا قوة الا بالله. شي الكلاب كنهضروا مع العينين ديالنا، مشات تسبت الوطن ولا هذيك الصحراء، فهمنا هذا ماشي ماشي سوا بوفريج راه موراش مايت
ولكن ديما الصحراء المغربيه خارج ديال الوطن، فهمنا؟ كلشي كيبرح الا الوطن. ما عرفتش اخوتي علاش ما دخلتش السفاره المغربيه باش طالب بحق هاد المواطن المغربي الحر، لانه ما همو حتى حاجه ودخل وسطهم وتيناشد وتيغوت بالصحراء المغربيه. الصحراء المغربيه هادشي علاش هاد البوليساريو هاد العملاء ديالهم اللي احنا عرفنا شكون هما اللي كان معاهم مخلطين بين الكراغيله وبينهم همايا. المهم السفاره المغربيه خاصها تطالب بالحق ديال هاد المواطن المغربي الحر. وبعد استيفاء الاجراءات القانونيه تم ضبط داخل المسكن المعني كميه من هذه المواد المتمثله في 186 كيلوغرام من الفاصوليا، 300 كيلوغرام من الارز، 300 كيلوغرام من العدس، و379 كيلوغرام من الخبز بقيمه ماليه تقدر ب 304,800 دينار جزائري. على اثرها تم توقيف المعني واقتياده نحو مقر الفرقه لاستكمال التحقيق. تم رفع ضد المعني جنحه المضاربه غير الشرعيه في المواد الغذائيه، جنحه ممارسه نشاط تجاري دون محل تجاري، جنحه ممارسه نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري. سيتم تقديم الاطراف امام الجهات القضائيه المختصه وتسليم البضاعه الى مديريه املاك الدوله. ويبقى الرقم الاخضر 1055 وموقع الشكوى المسبقه ppgm.mdm.dz في خدمه المواطن المباشر. ودي على القوة الضاربة، أول مرة في حياتي تنسمع مافيا ديال العدس واللوبيا والحمص. أول مرة في حياتي تنسمعها، وشوف دايرين عليها الإشهار وداروها في التلفازة وداروها باش تعرف هاد البلاد. يمكن دابا ندير لكم فيديو بأن هاد البلاد ماشي عادي، ماشي نورمال، ماشي في قوة العقلية الكاملة. 1.5 شهيد يا عجبا يعطوك الماء بالتربولات نهار بنهار. راح نقول لكم غادي نشري حجرة تاع الصم نتيمم بها كل يوم حجرة كبيرة ندوش بها هي نيمم قوايمي تبرادي. ما تحشموش، رانا صابرين لكم عايشين في افريقيا وقلنا معليش الحمد لله. الكورونا جات وقلنا حاجه من عند ربي ومعليش. الانترنت بالتربولات كالسلحفات وقلنا معليش. الماء يا عجبها تعطوه لنا بالتربولات والصنان والصيف. اللي ماتوا بالكورونا الله يرحمهم، واللي راهم جايين يموتوا بريحه الصنان شنقول لكم ربي يقدركم وربي يكون معاكم. هاو كيفاه هذه عيشانا عايشينها. والله الكلاب راهم عايشين خير، رانا عايشين في بلادنا في الغمه والغبينه وزدتونا نتوما الهم تاع الماء حوجيانا طلبوا لنا الماء. شو هذه الطبيعه تاع نهار بنهار تعطوه لنا بالتربولات. ابن عمي راكم معذبيننا نتوما في الدنيا قبل ما نروحوا عند ربي. خافوا ربي. نروحوا نقول لكم كاين شي عباد راهم يدوشوا كل يوم ويريحوا، فما ادراك هذاك اللي ما يدوش غير خطره في الشهر. وابن عمي معلي قطعوا الماء يضل يدور في هذا الزينان في هذه السخانه، يدور البيس الطاكسيات يمشي هالمرشي هالحوانت. يا نقول لكم نبصم لكم بالعشره يدخل للمقبره الميت يحيى من الصنان تاعه. هبوا لنا الماء الله يكشفكم الله يبهدلكم الله يبهدلكم. دايرين شفايه قدام. دابا خوتي جبدوا الورقه والستيلو وقيدوا الاكل الاول عالميا ديال الكراغيله باش نتعلموا منه. ما حنايا ما نعرفوش ناكلوا، حنايا قال لك راه المطبخ المغربي راحنا متاخرين عليهم. يلا انا نخليكم مع الفيديو. انا نقولوا البربوشه. انا بنحبها الكسكس بتاع الصيف، خلي بالك هذه البربوشه. حمص الجريبات اللفت نديروا فيها الخضره هذه، ما شاء الله ما نديروش هذوك. وده ايه ده يا اختي؟ ده هذا اللحم بنلفوه عشان يفضل محافظ على السخونيه. بص هذه شرايط فريك، شوربه فريك ما شاء الله. هذه شوربه فريك تاع الصيف هذا ما شاء الله. وهذا طاجين الزيتون طاجين الفرماج. طبق تاني اهو ما شاء الله. هذا طاجين الزيتون مع طاجين الفرماج، طاجين الزيتون مع الفرماج. ما شاء الله. هذا الرولي بألف هنا وشفا.